والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. استمرارا لسلسلة إنه وقت الإصلاح، الوقت اللي ربنا ابتدى فيه يعمل شيء من أجل تغيير طبيعتنا إلى طبيعة جديدة ونقلة الإنسان إلى الحياة الأفضل. كنا شفنا الأسبوع اللي فات ظهور نعمة الله في وقت من الأوقات. كان غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم، الناس اللي اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. فكان ربنا أعلن غضبه على فجورهم وأعمالهم الشريرة. نقرأ عن الكلام ده قوي في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا في الإصحاح 2 و3. جاي الأمر ده بأكثر وضوح، لأن بعض الناس بيجوا يسألوا أسئلة: هو ليه في العهد القديم كنا بنشوف يعني إن ربنا أحكامه قاسية، وياما كان اللي زي ما بيقولوا من خالف ناموس موسى فعلى يد شاهدين أو أكثر يموت بلا رأفة؟ ده العهد القديم. وأيضا يقول كده في الإصحاح الأول عدد 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. أنا بس بقول ليه كان يبان ربنا قاسي قوي في العهد القديم. يعني أنا هديلكم مثال بسيط. لو في عندنا مدرس بيدرس مادة معينة وإحنا ماشيين لقينا فصل اسمه تانية 13، وهو عمال يزعق ويخبط بالخرزانة ويطرد ويعمل ويسوي، نشوفه كده نترعب منه. ده أستاذ ده صعب خالص. ماشي، خلصت الحصة ونشوف نفس المدرس ده في تانية أول بعلم ذاكر وبتحل وبيتجاوبوا وبيديهم مكافآت وهدايا. وإيه ده إيه ده إيه ده؟ هو ده اللي كان بيزعق هنا هو نفسه اللي هنا حنين طبعا. امال إيه اللي اختلف؟ الناس. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. الموضوع مش متوقف على الله، ولكن متوقف على الناس اللي ربنا بيتعامل معاهم. فهنا في العهد القديم بيقول إن غضب الله معلن من السماء. غضبان ليه؟ على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. وبعدين يقول في عدد 21: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وإظلم قلبهم الغبي. وبعدين يقول في عدد 23: وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحبات. طب النتيجة إيه؟ أسلمهم الله، يعني تركهم وشأنهم، أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم
إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. أول ما طلعت معرفة الله منهم بقت فيهم شهوة بهيمية، بقت فيهم أمور سيئة خالص. بيقول إيه بقى؟ الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، سابها. طب إيه اللي كان منع أهواء الهوان دي؟ الوصية. هم رفضوا الله ورفضوا الوصية، طب براحتك. تركهم لأهواء الهوان. لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور تاركين استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكور بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم. وكما لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله، سالبين متعظمين ايه ده مبتدعين شرور. انتوا شفتوا الفضيحة اللي حصلت في أولمبياد باريس؟ انا ما اتفرجتش عليها، بس اتفاجئت بردود الافعال، ان واضح انهم عرضوا حاجات لا تليق، ضد المسيح، ضد الاخلاق، ضد كل حاجة. الكلام ده هنا بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يفعلون. أدي حال الإنسان وقت ما غضب الله أعلن على فجور الناس واسمهم. يرجع تاني في إصحاح 3 يقول في عدد 12: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، ألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص الله. رفضوا ربنا، رفضوا الشريعة، مشوا وراء أهواء وفجور وخطايا وشرور، بالغوا فيها إلى يعني أقصى درجاتهم. عشان كده بقى العالم تحت قصاص. ما تقوليش ليه ربنا كان بياخد أحكام جامدة على الناس دول. بيقول لأنه كل العالم تحت قصاص الله في عدد 20: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، أن بالناموس معرفة الخطأ. طيب إيه الجديد في الأمر؟ يقول إيه بقى؟ اقروها أنتم معايا من أول عدد 21. قولوا معايا: أما الآن فقد ظهر إيه؟ لا تاني، أما الآن فقد ظهر إيه؟ لو نبص في الإصحاح اللي فات إصحاح 1 يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس باسمه. إذن في منطقة اسمها منطقة الغضب، ومنطقة اسمها منطقة إيه؟ مش سامع كويس. منطقة اسمها منطقة إيه؟
منطقة الغضب دي في العهد القديم لأن فجور الناس كانت شديدة قوي. في منطقة اسمها منطقة البر. منطقة ايه؟ البر معناها الصلاح الإلهي. إذن في منطقة أعلن فيها غضب الله على فجور الناس واسمها، وفي منطقة أعلن بر الله. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء. قولوا معايا عدد 22. بر الله ايه؟ بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. مقابل ايه؟ هو ده لطف الله وإحسانه. ويرجع تاني في عدد 24 يقول نكمل. لأنه لا فرق. عدد، قولوا معايا عدد 23. إذا الجميع إيه؟ إذا الجميع إيه؟ وأعوزهم إيه؟ كم واحد هنا يقدر يشرح لي كلمة أخطأوا وأعوزهم مجد الله؟ كلمة أخطأوا واضحة في التعديات الجامدة دي. امال يعني إيه أعوزهم أو نقصهم أو احتاجوا إلى أو ابتعدوا عن مجد الله؟ كلمة مجد الله تعني الحضور الإلهي، زي ما قال قايين إني أصير مطرودا من أمام وجهك لأعود أرى وجهك أيضا. هنا أعوز للإنسان الحضور الإلهي. لأنه لا فرق إذا الجميع أخطأوا وإيه؟ مش سامع. أخطأوا وإيه؟ طب يا ترى إحنا متمتعين دلوقتي بمجد الله؟ حد يجاوبني كده. هل إحنا متمتعين الآن بحضور الله؟ أيوه. حد يجيب لي آية. شوفوا يسوع المسيح في صلاته الختامية في يوحنا 17 وهو بيكلم الآب من أجلنا قال: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا فينا كما أننا نحن واحد. إيه؟ خدنا مجد حياة المسيح فينا، أصبحنا ندرك حضوره. واحد يقول لي أعرف المجد ده منين؟ ليه علامات 3. إما تشعر بفرح في الروح ده مجد، إما تشعر بسلام في الروح ده مجد، إما تشعر براحة جوه روحك ده مجد. إيه ده؟ أصبح مجد الله يعلن بالمسيح. الراحة، الفرح، السلام دي بصمة المسيح. فكل ما أنت بتبقى في مخدع الصلاة بتحس براحة، ده مجد. كل ما أنت تبقى في جو تسبيح وتهليل وتحس بفرح، ده مجد. كل ما أنت تبقى في ضيقة وتنسكب أمام الله وتصلي وتاخد راحة، ده مجد. أحبائي، نحن نتمتع الآن بزمن اسمه بر الله ومجد الله. أنا عايز نفهم وجه الأزمنة. يعني أنا لما أقرأ في العهد القديم أحس بالنعمة اللي أنا فيها، حتى إن يسوع المسيح قال إيه؟ كثيرون اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر وآذانكم تبصر. مين وتسمع مين؟ رب المجد يسوع. لأن الحياة أظهرت ونحن نشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. رب المجد يسوع هو ده بر الله. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا من ملئه
نحن جميعا أخذ. إذا ما ينفعش وأنت في زمن عظيم، زمن بر الله ونعمة الله، تعيش في خوف ورعبة العهد القديمة. ما ينفعش الرعبة القديمة والخوف القديم، ما ينفعوش. شفنا من أسبوعين إزاي إن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. شفنا إزاي إننا لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. كل دي تحولات بتتم في طبيعة الإنسان. يعني ما يخافش، ثقوا أنا هو لا تخافوا. يفرح أراكم أيضا تفرح قلوبكم. يتمتع بالسلام، سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. يتمتع بالراحة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا. أنت متمتع بزمن النعمة ده ولا لسه بتخاف وتعبان وحزين؟ أنا بس بوري لك المشكلة فين. أنت مش متمتع بأجواء ولا زمن ولا عهد النعم. دول أما الآن فقد ظهر بر الله إلى كل وعلى كل. يعني هو إحسان عام للناس كلها. يعني أنا أخده، أيوة، ما هي اسمها نعمة. اللي قريناه الأسبوع اللي فات في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل تيتوس، أنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ونحيا بالبر والتعقل. عايز أقرأ الكلام ده معاكم تاني، أديني براجع. يعني نفسي الأمور دي تثبت في ذهننا، لأن الأمور دي كفيلة أنها تغير تعاملاتنا مع الله وتخلي حياتنا الروحية تبقى أفضل بكتير من اللي احنا عايشينه. تعالوا نقرأ في رسالة تيتوس كده في الإصحاح الثاني، نقرأ في إصحاح 2 عدد 11. نقول مع بعض، لأنه إيه؟ قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. نعمة عامة. كلمة جميع الناس يعني إلى كل وعلى كل. طب والنعمة دي بتعمل إيه؟ النعمة دي بتعلم، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونحيا بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طب أنت لو لقيت واحد ما بينكرش الفجور وعايش فيها، ما بيسيبش الشهوات العالمية ومتمسك بيها، وهو مش ايه ده؟ قول ده لسه ما ظهرتلوش النعم. لسه ده واحد باع القضية، قال هو ربنا زعلان، طب خلاص بقى أنا أعمل اللي أنا عايزه، هو يزعل زي ما عايز، خلاص أنا يعني هعمل له إيه؟ هو زعلان على طول. لا يا حبيبي، ده جه وقت التحنن ووقت اللطف. جه وقت التحنن ووقت اللطف. يعني إيه نعمة مخلصة؟ النهاردة كان الإنسان يحيا في دواير الظلمة، وفي وسط الظلمة دي كانوا يشربون الإثم كالماء، لدرجة يقول إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليفعلوا كل ما لا يليق في الطمع. إما تيجي الظلمة تجد الحواس تعربد بالإنسان ويعمل الإنسان حاجات شريرة، ولأنه مش شبعان يقول له لا أنت لو عملت أكتر هتجيب. عايز يعمل كل نجاسة في الطمع. ليه طمع؟ لأن هو عمل ومش بيعش قوي، عايز يزود شوية وعايز يزود شوية حد ما يضيق خالص. ده في وسط الضلمة.
لما يجي بولس الرسول يقول الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، دي حاجة تانية. واحد كان في قلب الضلمة بيعمل شرور كتيرة وما كانش شايف الشرور دي عاملة فيه ايه. نشوف الناس اللي هم يعني عاشوا رضح من الزمان في الخطية وفي الإدمان وفي الشر، وإزاي إن هم اتبهدلوا وفقدوا جمالهم ورونقهم وعفافهم وشبابهم وفقدوا كل حاجة حلوة، وبقوا كده رذالة في وسط المجتمع. أول ما يجي لهم الفرصة ويتعافوا وتبتدي النعمة ترجع لهم، تبص تلاقي الناس دول لك أنا إزاي كنت بعمل الحاجات دي، إزاي أنا كنت بهين، ويجيبوا له صوره في أيام ما يصدقش أنا كنت كده. أيوة كنت كده. فالنقلة للظلمة بتخلي الإنسان ينكر الفجور والشهوات ويحيا بالبر والتعقل، لأنه هو شاف الحياة دي وشاف الحياة دي. فهنا عندنا بيقول إن ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، نعمة معلمة إيانا. النهاردة لما يكون إنسان يعني عايش في الشر، زي ما بيقولوا عليهم يشربون الإثم كالماء، وهو شايف إن اللي بيعمله مشبع وشايف إن اللي بيعمله حلو، صدقوني ساعات يعني يجد ناس يعني أقول إيه كان بيفتري ويقسو ويشتم ويضرب وهو شايف نفسه عنده حق في الضلمة. أول ما يدوق نعمة المسيح ونور المسيح بيندم على القسوة دي، ويندم على الكلمات الصعبة اللي قالها، ويندم على ويكتشف إنه وهو عايش بالأمر ده كان تعبان جدا. ونجد العكس تماما، ابتدى يظهر في لطف المسيح وطيبة المسيح ووداعة المسيح، ويجد نفسه بيحقق اللي هو عايزه ومتمتع. دي نقلة النعمة بتعملها فيه وتغيره للأفضل والأنظف والأطهر، حاجة تانية خالص. أنا يعني اما تدوق أنت طعام رديء وتبقى عايش بتاكله على طول، ساعات تقبل الخرنوب، ساعات تقبل الدريس، ساعات تقبل أي حاجة خلاص. لكن لما يجي حد يأكلك طعام حلو قوي وجيد جدا وجميل قوي ونضيف قوي، تيجي بعد كده يتحط لك الخرنوب، لا مش هقدر، لا أنا مش هقدر، ما أقدرش. ليه؟ أنا بعد ما دقت الحياة الجديدة والطهارة والعفة والنقاوة، عفة اللسان، عفة العين، عفة الودن، عفة الإيد، تبص تلاقي كيان تاني مبني جواه، ويبقى مش عايز يعيش زي ما كان. ويتقال كده الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم ترقدون إلى فيض هذه الخلاعة عيناه. في رسالة معلمنا القديس بطرس الثانية كلام من أقصى ما يمكن تقراه على مفاعيل الشر في الإنسان. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 9 رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 عدد 9 يقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. يعني إيه يحفظهم إلى يوم الدين معاقبين؟ الناس دول لأنهم عملوا شرور ضد ربنا بيبتدي يعني يقول نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم. بتستمر التعب والأحزان والضيق والقلق والأمراض. إيه ده أصله بعيد عن النور، متجنبون عن حياة الله، فهم محفوظين تحت العقوبة إلى يوم الدينونة، معاقبين سلفا بحياة. لسه واحد بعت لي سؤال قال لي هو
احنا بنشوف ناس، يعني انا كنت في مؤتمر شباب الحقيقة، وجات اسئلة بتيجي على الميديا كتير. قالوا لي احنا في عندنا بنشوف ناس غير مسيحيين وكويسين جدا، ناس غير مسيحيين واخلاقهم عالية جدا، ناس غير مسيحيين وبيعملوا خير احسن مننا، ناس غير قعدوا يقولوا. قلت لهم انا خلاص مدرك مكون الصورة. قالوا لي ايه ذنب دول ان احنا نحكم عليهم بالهلاك؟ قلت لهم مين اللي حكم؟ قال انتم. قلت له احنا مين؟ قال لي مش انتم بتقولوا دول هالكين؟ قلت له حبيبي اول حاجة عايزك تفهمها، ربنا قال لي الدينونة انا اجازي، دي اول حاجة. تاني حاجة ربنا قال ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف. عشان كده اللي بيموت بنقول انتقل الى ايه؟ رحمة الله. هو في زمن الرحمة يقدر ربنا يقدر. قال لي لا بس انتوا بتقولوا اذا ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات ولا يرى ملكوت السماوات. قلت له ما قلناش غير كده، بس عايز اوضح لك حاجة. دايما انت بتتخيل ملكوت السماوات ده الجزء الغيبي الابدي اللي هناك. قال لي قلت له لا، يسوع قال هوذا ملكوت الله داخلكم. ملكوت السماوات يا احبائي هي دائرة ملك الله على الحياة الداخلية للإنسان، اللي ممكن تعينه على آلام الظهر الحاضر وعلى ضيقات الظهر الحاضر بتعزيات ومعونة وقوة تخليه قادر زي ما بيقول تسلكون كأنوار وسط جيل معوج وملتوي. قال لي وبعدين؟ قلت له أنا لما بتولد من الماء والروح ببقى عضو في ملكوت الله ده، بقدر يحل علي الروح القدس، أتناول من جسد الرب، أتناول من دمه، أحيا حياة مقدسة في الصلاة، أطلع مؤتمرات، أطلع خلوات، أخد ترانيم. قلت له حياة مليانة بالتعزيات. بينما أي حد لم يعمد ما بيتمتعش بنفس هذه الحياة. عشان كده إن كان أحد لا يولد لا يرى ولا يدخل، ده الدايرة دي. إنما إحنا ما نخشش في قضاء الله. اوعى يا جماعة نقول ده هالك وده مش هالك نبقى احنا قضاء. لا تدينوا لألا تدان. احنا نترك الدينونة لمراحم الله. نترك الدينونة لمين؟ الأحكام بالتكفير أساسا بتيجي علينا احنا مش لينا، لأن احنا كده ندخل في دينونة الله، بينما هو بالعدل يحكم ويحارب. يعني ما حد يقول لك يعني دول هيهلكوا نسيبهم لرحمة ربنا. طب يعني احنا متميزين عنهم؟ بيقول له لا بكتير. احنا لما تعمدنا بقينا شركاء في جسد ودم الرب، بقينا شركاء في الكنيسة، بقينا لينا سر اعتراف نروح نفضي فيه خطايانا مش خايفين من دينونة، بقينا ليه أيام مفرحة، أيام بهجة، تعزيات، لينا حياة روحية حلوة أخدناها، هو محروم منها. إنما مصيره الأبدي أنت ما تتكلمش فيه ولا أنا، حتى لو تعرفه. لا تحكموا قبل الوقت لأن اليوم سيبين. زي ما قلنا أني أرحم من أرحم وإيه وأتراءف على من أتراءف. طيب نرجع بقى هنا للإخوة دول. بيقول إيه بقى؟ عدد 9 في الإصحاح الثاني رسالة معلمنا القديس بطرس الثانية بيقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأسمة إلى يوم الدينونة أو يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة. إيه؟ يستهينون بالسيادة. أي سيادة اللي استهانوا بيها؟ ناس بيذهبوا وراء الجسد في شهوة النجاسة يستهينون بالسيادة. يقصد ايه بالسيادة؟
السيادة دي مقصود بيها طبيعة الإنسان الإلهية اللي موجودة جواه، اللي فيها يرفض الشر ويقبل الخير. دي فطرة جبل عليها الإنسان. لما جه الخطية تهدد قايين، ربنا قال له إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. الخطية اللي مشتاقة لقايين، وأنت تسود عليها وهي لا تسود عليك. فالإنسان لما بعد عن دايرة النور وبعد عن دايرة الحق بالكلمة، استهان بهذه الصفة، فالخطية افترست. يقول لك مش قادر أبطل كذا، ومش قادر أبعد عن كذا، ومش قادر، حتى لو فيها هلاكه. ليه؟ كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. يستهنون بالسيادة. فالحقيقة لو قرأت لكم الباقي صعب قوي، لكن أنا مش عايز أخوض فيه. ليه؟ النعمة بتيجي ترد للإنسان كيانه من تاني، وترد له السيادة من تاني. وأنا عايز أدلكم مثال حلو لنعمة الله المخلصة، وكمان للطف مخلصنا الله. ما نرجع لرسالة قديس بولس إلى تلميذه تيتوس، يجي يقول له إيه في الإصحاح اللي وراها على طول، في الإصحاح الثالث عدد 4. نقرأ مع بعض. ولكن قولوا معايا، ولكن حين ظهر إيه؟ لطف مخلصنا الله وإحسان. لا تاني نقولها مع بعض. لما ظهر إيه؟ لطف مخلصنا الله وإحسان. كمان مرة. هل ظهر ليك الكلام ده؟ لطف مخلصنا الله وإحسانه؟ ولا أول ما بتعمل خطية أول حاجة تفكر فيها أنا مش هصلي، ده أنا عملت خطية. لا لا لا، ده أنا مش هتناول، ده أنا عملت خطية. لا 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 لا، مش هخدم، أنا مش هروح الخدمة. إيه ده؟ أنت مش عايش مع هذا الإله الذي يظهر لك لطفه وإحسانه. الابن الضال ما كانش يتخيل مقدار اللطف ولا الإحسان اللي هيتعامل بيه أبوه معاه. اقرأ تاني معايا عدد 4. ولكن حين ظهر إيه؟ لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، لا بأعمال في بر عملناها. ما كانش فينا شيء. الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بين الحب هنا. وأنا في الضياع أصد، عشان خاطر مهما كنت في منطقة بعد عن الله اسمع صوت حلو بيقول لك أنا بحبك، أنا بغفر ليك، أنا أمحو اسمك. الكلام ده كله اسمه لطف مخلصنا الله وإحسانه. قولوها معايا كمان مرة. ولكن حين ظهر إيه؟ 5 اللي بيقولوا معايا، يلا نقول كلنا مع بعض، يلا. ولكن حين ظهر إيه؟ كمان مرة. تخيل انت ما تغلط في واحد وتروح تعتذر وتجده لطيف جدا معاك، يقول لك لا لا ما حصلش حاجة، فيش اي حاجة حبيبي، لا 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 ايه ده؟ لطف، واحد لطيف معاك
مش بقول لك انت غلطت فعلا بس انا هسامحك، ده مش لطف، لا، ده في نوع من التعنت. ولكن اللطف يقول لك لا ما انت بتقول ايه ولا حاجه، ده انت جايتك دي عندي تعالى بس اعمل لك كوبايه شاي، تعالى بتحب القهوه، ايه ده راجل. حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه. ما اجمل ان تجد انسان يظهر له الثلاثه دول. النهارده اتكلمنا على كم ظهور، حد فاكر؟ اما الان فقد اظهر ايه؟ مش سامع. بر الله. رومية 3. اما الان فقد ظهر ايه؟ بر الله الى كل وعلى كل الذين يؤمنون. ده اول اعلان. تاني اعلان لانه قد ظهرت ايه؟ نعمة الله المخلصة لجميع الناس. تالت حاجة اللي ظهر كمان لما ظهر ايه؟ لطف مخلصنا الله. هنا من التعبيرات الحلوة اللي بعض الناس يقول لك ايه؟ هو المسيح هو الله؟ طبعا، مش احنا نقول ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ هنا بقول لك مخلصنا مين؟ مخلصنا الله. اعلان واضح صريح عن ان يسوع هو الله اللي ظهر في الجسد. كم ظهور اتكلمنا عليهم النهارده؟ حد حفظهم؟ ما انا عايزك تمسك في الظهورات دي. اول حاجه ظهر ايه؟ بر الله، ده احسانه وصلاحه الغير متناهي الى كل وعلى كل الذين يؤمنون. تاني حاجه ظهرت ايه؟ نعمه الله المخلصه معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات. تالت حاجه ظهرت ايه؟ لطف مخلصنا الله. لو انت بره دوائر الظهور دي كلها، طب انت متمتع بايه من الله؟ ما انت زي بتوع العهد القديم. ده هو ده الفرق بين العهد الجديد والعهد القديم، ظهورات. لأن الحياة أظهرت ونحن نشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. هنا عايز أتكلم على نقطة مهمة. يعني إيه ظهر؟ يعني شيء كان موجود بس مختفي. النعمة كانت موجودة ومختفية. لطف الله كان موجود ومختفي. بر الله كان موجود ومختفي. الحياة كانت موجودة ومختفية. ليه؟ لأن خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم. جاء يسوع المسيح محى هذه الخطايا وقال محوتك غيمة ذنوبك كبعد المشرق عن المغرب، أبعدت عنا معاصينا. طوبى للرجل الذي غفرت خطاياه سترت أثامه. لما جه يسوع المسيح وشال الحاجز اللي بيننا وبين ربنا، ظهر بر الله، ظهر لطف الله، ظهرت نعمة الله. هناخد مثال تطبيقي على الظهورات الثلاثة دول في إنجيل معلمنا القديس لوقا. قصة شهيرة كلنا حافظينها، لكن لا نهتم بتطبيقاتها غير في توبة الابن. لا بنشوف النعمة المخلصة ولا لطف الله ولا الحياة اللي أظهرت ولا بر الله. تعالوا نقرأ في إنجيل معلمنا القديس لوقا إصحاح 15. أشهر قصة في الكتاب المقدس لم تأخذ حقها. ليه؟ قصة كلها بتحكي. اسمه مثل ايه؟ مش سامع. اسمه مثل ايه؟ لا كمان مرة. مثل ايه؟ حكاش حاجة بقى، سماه الأب الصالح. ده هو ده نجم المثل يعلم ربنا. كون الابن ضال فدولت مئات وآلاف وملايين. كون أب بالجمال ده، ده هو ده اللي ربنا عايز يكلمنا بيه، ويكون هو ده الدافع لينا الاتحاد بيه. تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف ظهور البر، ظهور النعمة، ظهور صلاح لطف مخلصنا الله. وقال
كان إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدأ يحتاج. فمضى. ده أول حل وصل إليه. أول محتاج فكر يرجع لأبوه ولا راح لواحد بتاع خنازير؟ خدوا بالكم، أول ما ابتدى يحتاج عمل إيه؟ مضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى، فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. قال كويس إن الراجل قبلني وابقى عبد من ضمن العبيد. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، ومنع، لم يعطيها. حتى تأكل أكل الخنازير؟ دي كانت الخطة ألف. أروح لواحد بتاع خنازير، ما نفعش. فكر في الخطة ب. إيه الخطة إيه بقى؟ رجع إلى نفسه وقال: أبويا وحشني جدا وأنا بحبه وعايز أروح أتملى من نور عينيه. قال كده؟ امال قال إيه؟ كم من أجير عند أبي إيه؟ ده الجوع أرسه، فكل تفكيره في أبوه ولا في بطنه؟ سامحوني المثل ده صعب. يا ريته رجع لأبوه حبا وأشواقا. كنا ناخد ده مثال لواحد اشتاق. مش قلت الترنيمة: واشتاقت عيني تشوف ضيك يداوينا حنانك بطيابة؟ الترنيمة بتاع ماهر. لا، ماهر يقول: ولساني اشتاق كلمة آبا. ما حصلش. ده هو اشتاق يملأ بطنه من الخرنوب، ما خدش. قال: اروح اكل عند ابوي. اكل باكل بقى ايه؟ وخدام بخدام. يلا احبائي، الموضوع صعب مش بسيط، بس شوف اللي جاي. اقوم واذهب الى ابي واقول له ايه بقى؟ قولوا معايا: يا ابي ايه؟ اخطأت الى السماء وايه؟ ولست مستحق بعد ان اضع لك ابنا، اجعلني كايه؟ انت ما كنت سيدي الكبير وسيدي الصغير وليك الاولى والشهر، خدام بخدام. ابويا ارحم من بتاع الخنازير ده على الاقل. بعدين ده الاجر عند ابويا بياكله وبيفيد العيش، انا ما بلاقيش حاجه. فقام وجاء الى ابيه، واذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه. فأول حاجة عمل إيه بقى؟ يعني إيه تحنن؟ تحركت أحشائه كلها، كل حنان الأب وكل صلاحه وكل نعمته. تحنن وراه، جاري الراجل الكبير، جاري ووقع على عنقه وقبله. فقال الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابن. قال له: بس 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 بس، أنت كويس اللي جيت. أنا مش مصدق نفسي إني لقيتك. حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى دعوته خلصنا بغسل الميلاد. موضوع كله يختص بلطف مخلصنا الله. اسألك سؤال: وانت بعيد وانت واقع، اقول لك بتفكر في ايه؟ انا تعبان وعايز ارتاح. تمام؟ انا متضايق من الخطية دي ونفسي اشيلها عن اكتافي.
تمام، أنا مش طايق ذنبي. كل دي الحاجات دي كلها جبت فيها سيرة أبوك السماوي؟ بأمانة حد حاسس بقلبه الموجوع؟ مش ممكن. تفكير محدود في اللي أنا عايزه، لأن أنا مش عايش البنوة. ما قلتش يا ترى يا أبويا عامل إيه. ده ربنا قال كده في سفر أرميا: من أجل هذا أبكي في مواضع مستترة من أجل الكبرياء. وقال كده في رسالة العبرانيين: كان يتألم، ينبغي يتألم مرارا كثيرا. حد قادر يحس بآلام الآب السماوي وانت بتشد الكفرت على ودانك وتنام مش هصلي الليلة؟ ايه ده؟ هو يفرق معاه؟ يفرق معاه. حد قادر يحس بأشواق أبوه لما تخرج من غير ما تصبح عليه؟ ايه؟ صبح عليه؟ ايوه يا جماعة، إن كنت أبا أين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين مهبتي. نحن لا نتعامل مع أحاسيس الآب السماوي، نحن نتعامل مع احتياجاتنا فقط. أنا عايز سلام، أنا عايز راحة، أنا عايز فرح، أنا عايز كذا. موجودين مين عنده؟ أروح له عشان أخدهم، شكرا. وهو محدش حاسس بقلبه. هنا تبتدي البنوة تتحرك. لو يوم ما تحس بقلب الله، يوم ما تحس كده بأشواقه إليك وحنينه إليك وحدبه عليك، يوم ما تحس ويبان قوي قوي في كلامه مع الابن الأكبر: ابني هذا كان ميتا فعاش، يا وكان ضلا فوجد. وأنا كنت طايله. يا ترى يا ابني كنت يجي أجي تحط له الأكل يقول لا أنا مش، وانا عارف هو اتعشى ولا لا. يجي يجيبوا له الغطا يقول لا اتغطى ازاي وانا عارف هو متغطي ولا لا. ايه ده؟ هو ده الاب، هو ده الاب يا احبائي. عشان كده انا بحب المثل ده، اسميه الاب الصالح. حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه، ده اللي يسبي قلب الناس بحب الهي عجيب. ولا نفسي بحب ربنا قوي من كتر لطفه وإحسانه ومحبته وحدبه عليا وأنا راجع ودموعه عليا وقبلاته ليا. احنا مش متخيلين. مع أن الكنيسة حتى قطعة روعة في صلاة الغروب: نؤسرع لي يا مخلص فتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، قد مضى مني النهار. ممكن تاخدني في حضنك؟ هو ده الإحساس الصح. عايز حضن من ربنا، أو معنى أصح أنا عايز أديلك حضن يا رب، عايز أحضنك أنا كمان. النمو ده في المحبة هو ده التغيير الكبير اللي بيغير سلوكنا من سلوك نفعي تجاه الله لسلوك ابن بيحب أبوه وحاسس بحقوق الأب عليه. أبويا يستاهل إن أنا أصبح عليه، أبويا يستاهل إن أشكره، أبويا يستاهل أقعد معاه كل يوم، يعني أبويا يستاهل أتكلم معاه في الصغيرة والكبيرة. لسه النهاردة كنت مع واحد صديقه، فراح قفل الموبايل كده بزعل. قلت له خير؟ قال لي أصل الولد مسافر النهاردة فخفت أصحيه بدري، كتبت له على الرسالة ابقى رن عليا وصبح عليا قبل ما تمشي او عدي، هو ساكن جنبه، تعالى سلم عليا قبل ما تمشي. قلت له طب ما كويس. قال لا مش كويس. قال لي يا بابا انا بقالي ساعتين في السكه. طب ما انت ما فكرتش تسلم على بابا؟ فكرتش تديله حضن قبل ما تسافر؟ الاب مخه في حته والواد مخه في المشوار. الاب مخه في ابنه والواد مخه في المصالح. انحصار الاب فينا هو ده اللي بينشئ البنوة الحقيقية. اما احس كلمة لأن محبة المسيح تحصرنا
والراجل حاصر الابن بكم حب. احب اقف قدام اجراء عشان كلنا بنلخص المثل ده في الابن الشاطر والابن الشملول والابن الفلحوس، وهو واد له لبطنه ما كانش راجع. مش ممكن ونسيب الاب العظيم ده. عشان كده احنا مش عارفين نبقى ابناء، عشان شايفين الاب العظيم ده. تعال نشوف منظر الاب العظيم ده عمل ايه. بيقول كده وهو لسه بيقول لست مستحق، قال له اسكت 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 اسكت، دلوقتي مش دلوقتي. قال الاب العبيد تعالوا خير، هات لي الحله الاولى الملكيه، لما اكون رايح اقعد في ترشيفه الملك هات لي الحله دي والبسه، وجعله خاتم. الخاتم ده علامة السلطان، ان ما يطلع اي قرار الملك يختمه بالختم بتاعه، يبقى ساري. ملك أحشويرش ختم قرارات كشريعة مادي وفارس. هات له الحلة الأولى دي المجد يا أحبائي، لأن هم لما ضلوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. أنا أرجع لك المجد وأرجع لك البر، لبست البر فكساني كعمامة فغطاني. تعالى أنا أسترك ببري، أنا أغطيك بمجدي ومجدي أنا عليك يرى. افتكروا القصة بتاعت هامان اللي كان بيدبر مكيدة عشان يتخلص من مردخاي، وبعدين الملك مرة قاعد مع هامان، وده كان يعني الكل في الكل. قال ماذا يفعل يا هامان للرجل الذي يسر به قلب الملك؟ هامان ضربها في مخه، قال ومين هو الرجل ده غيري أنا اللي الملك يسر به؟ وابتدى يرسم لنفسه. قال له يجيبوا الفرس بتاع الملك، تمام، ويجيبوا الحلة الملكية وتاج الملك، ويلبسوا حلة الملك وتاج الملك وفرس الملك، وينادوا أمامه هكذا يفعل للرجل الذي يسر به قلب الله. قال له اذهب هكذا وافعل هكذا لمردخاي. ايه هو رسم الرسمة ليه، ما يعرفش ان الملك ناوي يكرم. فالملك لما يكرم يلبس الحلة الاولى بتاعته الانسان، مجدي عليك يرى، اعوزهم مجد الله. انت مش متخيل وانت راجع من بعد الكورة البعيدة، انت جاي تقول راجع للآب الحنان واثق ان انا ليا مكان بذنوبي، انا راجع بعيوبي. انت بتقول كده مش متخيل في حد واقف يحيط بيك بحلة ملكية هي بتاعته. الرجل الذي يسر به قلب الملك، واحد بيرجع لك السلطان، مش عايزك تعيش عبد من ضمن العبيد. حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا في أعمال في بر عملناها، بل بمقتضى دعوته خلاصنا بغسل الميلاد الثاني. هنا وانت راجع لربنا، من مهما كانت الحالة اللي انت فيها، عايزك ترفع فكرك لله. لا انت تفكر في نفسك، انا مكسوف من نفسي، وانا كل مرة اعمل كده، وانا ماليش عين ابص للسماء، وانا ما استحقش اتناول، وانا ما استحقش اقرا الانجيل، وانا بالامان انت تعرف ربنا. الاخ ده يعرف ربنا، ظهرت ليه، ظهر له بر الله، ظهرت له النعمة المخلصة، ظهر له لطف مخلصنا الله. امال ظهر له ايه؟ ده ما يعرفش ربنا خالص. يكون كل من وجدني يقتلني، عامل زي قايين. حبيبي صلي النهارده وقول له اظهر لي يا رب فرصة. انا عايز اقول لك حاجة، انت ضيعت أثمن الفرص لما هربت من ربنا في ايام ضعفك وخزيك.
كنت اول ما تضعف وتغزى اول حاجه تفكر فيها مش هروح الكنيسه، انا مش هتناول، مش هروح مش هعمل، انا ما ينفعش، انا كذا. ضيعت. امال ليه؟ انت لو جيت لربنا بعملك كنت دقت اللي عمر ما حد داقه. ده بيشجع الناس تجيله. ان لم اغسلك ليس لك معي نصيب. يخزن الرب قذر بنات صهيون. يعلم الله ما قال لهم حموه. خدوا بعبله ولبسوا احلى لبس، حطوا له اعظم خاتم، وكمان ايه وحذاء في رجليه، وقدموا العجل العجل اللي احنا معلوف. هاتوه. ليه؟ اذبحوه فناكل وايه؟ مش عارف ناكل وايه؟ نفرح. اول مره الفرحه تزور قلب الاب من يوم ما ابنه طلع من البيت. نفرح. ربنا عايز يفرح بقى، عايز يتبسط بقى. لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت ايه؟ مش سامعا صوت ايه؟ آلات وطرب وايه؟ عمر الابن كان يتخيل لاستقبال الحافل ده. لقى العزبة كلها متحزمة وبترقص، واللي بيغني واللي بيطبل واللي بيهتف عاملين فرح الرجوع. هو حس بإيه جواه؟ حس بإيه جواه؟ انتوا مش متخيلين الإحساس اللي يملى. كان إنسان أساسا خوان وراجع مرزول، ويتفاجئ فرح قايم والأب مهيص. يقول لك علمتني حب الإله كم يكون، أخجلتني إذ أن حبي لا يدوم. محتاجين النهاردة نرفع عينينا إلى لطف مخلصنا المسيح، لطف مخلصنا الله وإحسانه. اقعد كده في الإنجيل بص قد إيه ربنا كان لطيف مع زكا، وكان لطيف مع السامرية، وكان لطيف مع اللي أمسكت في ذات الفعل، وكان لطيف مع عشرين وخطاة كانوا يدنون منه ليسمعوا. ايه ده. لا. هو ليه لطيف مع الناس كلها ومش لطيف معاك انت؟ اول ما تعمل خطية تفكر ما تصليش، اول ما تعمل خطية تفكر ما تتناولش، اول ما تعمل خطية تفكر ما تخدمش. بأمانة انت تعرف ربنا؟ تخيلوا انت ما تعرفش ربنا ويبان ايه قدام الناس ان انت عند واحد عنده ضمير. لا، ده عنده ضمير شرير بيقول له انت اخطأت، ابتعد عن الله. ضمير الصالح يقول لك انت اخطأت، خش في حضن الله. جسدي ودمي يعطى لمغفرة الخطايا، خلاصا وغفرانا لخطايا وجهلات شعبك. انتبهوا يا أحبائي، عايزين نفرك في عينينا. قل له يا رب افتح عينيا، اكتب الحياة أظهرت ونحن نشهد بالحياة الأبدية كانت عند الآب. عايزك النهاردة تاخد رحلة جوه قلب أبوك السماوي. قل له يا رب عايزك تكشف لي لطفك وإحسانك وعطفك وحنية قلبك. ليه دايما بشوفك إله العهد القديم؟ ليه دايما أشوفك إله قاسي؟ ليه أنا بشوفك كده؟ لكن أنا رب اليوم أطلب سؤال ضمير صالح عن الله. اليوم يا رب عايز أتعامل مع برك يا رب، مع نعمتك، مع لطفك وإحسانك. ربنا يعطينا يا أحبائي حواس جديدة وعينين منفتحة لكي نتمتع بأجمل إله وأجمل أب، والمجد الله دائما أبديا. أمين.